مساء الخير والجمال على احلى متابعين عندي في الدنيا، يا رب دايما كده تبقوا بخير. فيديو جديد النهارده زي ما انتم شايفين كده البيتي فور. بس قبل ما نبدأ في المقادير اللي انا هكتبها لكم في صندوق الوصف واقول لكم الطريقه والتكات والحركات عشان تاخدي احلى وانعم بيتي فور. بصوا احلى من المحلات بره. ما تنسيش تعملي لايك، تدوسي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه مشتركتيش معانا في القناه. بصوا بقى، دول كيلو الا ربع زبده. تمام، حطيت عليهم رشه ملح. طبعا هنا نوع الزبده يرجع ليكي، ممكن تستخدمي زبده نيوزيلندي او تستخدمي زبده فرن زي ما انت عايزه. طيب لازم زبده، لازم البيتي فور هيتعمل بزبده، مش هيتعمل بسمنه بلدي. الكحك والغريبه بس اللي بيتعملوا بسمنه بلدي، لكن البيتي فور لازم زبده. نص زبده ونص سمنه ما ينفعش، هو كله زبده. تمام. طبعا انا هنا خدت الزبده يعني شويه لما تبقى في الشتاء، تطلعيها كده من بدري شويه في العجان او في المضرب لو هتضربي بالمضرب، عشان بس سنون ما تتكسرش، تهدى شويه بس عشان تعرفي تضربيها. لكن في الصيف طلعيها قبل ما تشتغلي ب5 دقايق واشتغلي بيها، هتلاقي الموضوع بقى لطيف معاكي. تمام، هضرب الزبده الاول كويس قوي وحطيت عليها رشه ملح. تمام، نزلت عليها ب 200 جرام سكر بودر، لازم يكون سكر بودر. لو انت جايبه سكر مطحون تمام، لو انت طحناه في البيت لازم تنخليه كويس قبل ما تستخدميه، عشان بيبقى فيه حبيبات كده بتبقى خشنه قوي. حتى مع الضرب بتغلبك شويه على ما بتدوب كويس يعني. تمام، يبقى حطينا 750 جرام زبده، وتاني بكرر زبده مش سكر، وحطي زبده مش سمنه، وحطينا عليهم 200 جرام سكر بودر، ضربناهم مع بعض كويس. هبتدي انزل بثلاث بيضات. الثلاث بيضات مش هنزل بيهم كاملين، انا بنزل ببيضتين كاملين وصفار بيضه. يبقى بنزل ببيضتين كاملين وصفار بيضه. يبقى 750 جرام زبده، عليهم 200 جرام سكر بودره. تمام، عليهم 3 بيضات. الثلاث بيضات مش بنزل بيهم كاملين، بحط بيضتين كاملين وصفار بيضه. بين كل بيضه وبيضه ما بحطها انا لازم اتاكد ان الزبده والسكر اتشربوا البيضه كويس جدا، يعني مش هنزل بيهم كلهم مره واحده. تمام، دي نقطة. النقطة التانية، البيض لازم يبقى بدرجة حرارة المطبخ، لأن لو البيض ساقع طالع من التلاجة ساقع ونزلت بيه على خليط الزبدة والسكر، الزبدة هتخرز منك وهيبوظ. تمام، لكن انا بنزل بالبيض بدرجة حرارة المطبخ، بحط بيضة واسيبها تتقلب كويس والخليط يتشربها كويس جدا، وبعدين بنزل بالتانية، وبعدين بنزل بصفارة التالتة. طيب لازم بين كل مرة ومرة تلمي جوانب العجان، تلمي بطن العجان. طبعا لو انتي بتضربي بمضرب مفيش اي مشكلة خالص ان انتي هتلمي يعني هتلمي بحواف المضرب اقصد يعني، وانتي بتشتغلي كده هتلمي الموضوع. لكن لو عجان هتوقفي وترفعي وتلمي بطن العجان كويس، عشان كل الخليط يمتزج كله مع بعضه كويس جدا. السكر والزبدة والبيض وكله يمتزج مع بعض كويس جدا. تمام، دي نقط مهمة جدا علشان ما تفضليش تضربي في العجان، وفي الاخر تيجي تقلبي الخليط تلاقي لسه السكر ما دابش والخليط هيطلع في الوقت ده. لو السكر ما دابش كويس البيتي فور هيطلع معاكي ناشف ومقرقش، وترجعي تقولي طب ايه السر وايه السبب. دي من النقط الصغيرة جدا اللي لازم تتأكدي منها وانتي بتشتغلي. هنا انا كنت بفصل البيضه يعني بفصل البياض من الصفار، هجيب الصفاره بس واحطها، يبقى انا حطيت بيضتين. تمام، وحطيت صفار بيضه. طب لو انا عايزه اعمل مثلا تلت المقدار، يعني 750 جرام زبده، لا انا مش هعمل 750 جرام زبده، هعمل 250 جرام زبده. هحط ايه؟ بياضه سوري، بياضه ايه، بيضه كامله ولا صفار بيضه؟ لا، في الحاله دي تقدري تحطي بيضه كامله مفيش مشكله، وتقدري تحطي البيضه بس خدي حبه من البياض. يعني فهماني، يعني انتي هتحطي الصفاره، خدي اعزلي الصفار من البياض، حطي الصفاره والبياض ما تنزليهوش كله. الصفار بيخلي البيتي فور ناعم قوي 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 قوي، ممكن يعني يكاد يكون ما تقدريش ترفعيه، او لو انتي هتصفريه، او لو انتي هترصيه على بعضه، او انتي لو بعتاه مكان ممكن يتكسر ويتهربد منك في الوقت ده. لكن لو انت عايزه الصفار البيتي فور برضو يبقى ناعم وفي نفس الوقت يبقى ماسك نفسه، حطي البياض، لكن هو هيبقى ناعم، مش هيبقى ناشف ولا مقرمش ولا اي حاجه. طبعا انا فضلت اقلب بقى الخليط ده كله لغايه لما بصوا شكل الزبده بقى عامل زي الكريمه. يبقى انا هضرب في الخليط بمضرب بقى او بعجان، هفضل اضرب في الخليط اللي هو الزبده والسكر والبيض لغايه لما يبقى زي الكريمه كده. وفي نفس الوقت انا هتاكد ان السكر داب زي ما قلنا باختبار كده ببطن المعلقه. هبتدي
احط كده في بطن العجان. لو سمعت صوت خروشه يبقى السكر لسه ما دابش، لكن لو ما سمعتش يبقى خلاص داب. ده كيلو دقيق. ال 750 جرام زبده بياخدوا كيلو دقيق كحك وبسكوت. دقيق كحك وبسكوت. انا هنا مستخدمه السنبله، تقدري تستخدمي دوبله زي ما انت عايزه. طيب انت عملت ايه هنا؟ انا كيلو دقيق رفعت منه 3 معالق كبار او 3 مغارف، اللي هو ما يعادل كوبايه. يعني هرفع منه كوبايه. ليه؟ هقولك ليه. اولا لان من نوع دقيق لنوع دقيق وخصوصا في الشتاء البيتي فور ممكن يجمد منك زياده، ما تعرفيش تشكليه بالقمع. دي نقطه. نقطه تانية، لو انت من نفس الخليط عايزه تستخدمي. طيب يبقى انا خدت كوبايه دقيق، شلت من المقدار كوبايه دقيق لسببين. السبب الاولاني لو انا عايزه اعمل من نفس العجينه كاكاو وفانيليا هعرف اتحكم فيها من غير ما العجينه تنشف معايا. السبب التاني علشان يعني اعرف الدقيق ده بيتشرب سوائل بسرعه ولا لا ممكن ينشف مني البيتي فور. انا هفضل هوريكم دلوقتي ازاي تظبطي العجينه وتنزلي بالدقيق حبه حبه. يبقى انا شلت كوبايه في الاول كده، انتي في الامان. تمام. كوبايه مليانه كده محترمه، ونزلت بطرف معلقه صغيره بيكنج باودر، وهبتدي اقلب الكلام ده كله. العجينه دي هطلع منها كاكاو فانيليا. هطلعي منها كاكاو بعد ما حطيتي دقيق، لان هي لسه هتبقى الزبده فيها كتير، يعني هي لسه سايحه مش هعرف اشتغل بيها. فلما هاجي ازود بعد كده في الكاكاو، في عجينه الكاكاو هزود كاكاو. طيب ولنفترض ان انت عملتي القصه دي وحسيتي ان العجينه تقيله منك، ممكن معلقه زبده طريه او معلقه زيت صغيره تظبطي بيها القوام ومفيش اي مشكله. بس خلينا نمشي بالمضمون. بصوا العجينه طريه جدا، طريه جدا، شكلها باين ان هي طريه قوي. خصوصا الطراوه دي بتبقى باينه قوي كمان في الصيف، لان في الصيف الزبده اوريدي بتبقى سايحه، لكن في الشتاء شويه الموضوع بيبقى متماسك. فعشان كده بقولك ارفعي كوبايه كامله من الدقيق، وبعد كده احنا هنتحكم في القوام شويه شويه علشان تشكليه بالقمع بمنتهى السهوله من غير ما يغلبك. كده انا قسمت العجينه بالنص عشان هعمل نص اللي في الطبق ده كاكاو والنص فانيليا. بصي بقى انا لما مسكت العجينه شايفه ملزقه ازاي في صوابعي. تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ هبتدي انزل على العجينه اللي انا هعملها فانيليا دي. هكمل بقى، انا عايزه اظبط القوام. هبتدي انزل بقى بمعلقه احط معلقه واقلب اشوف. طبعا انا هنا عشان انا عارفه مقداري وايدي واخده على الشغل، فانا عارفه ان هي لسه هتاخد تاني. لكن لو انتي لا لسه في الموضوع بالنسبه لك جديد، انزلي بمعلقه صغيره اللي هي معلقه الاكل دي، معلقه كبيره شويه، معلقه غرف. تمام. هنزل وهقلب، هشوف هعملها بين صوابعي. لو لقيت ان لسه فيها تلزيقه يبقى هي لسه محتاجه معلقه دقيق كمان. لكن لو لقيت ان خلاص بين صوابعي مش بتلزق، هي شكلها سايحه، بصوا اهي لسه فيها تلزيقه، شايفين اهي، يبقى انا لسه هنزل بمعلقه دقيق كمان. اول ما هتبقى شكلها طريه، انتي هتشوفي شكل العجينه هتقولي طريه، شكلها طريه لكن مفيش تلزيق في صوابعك، بمجرد ما تمسكيها كده بين صوابعك مش بتلزق كده، ده قوام العجين ممتاز جدا جدا جدا. ما تحطيش ولا نقطه دقيق تانية. ليه؟ لان انتي حتى وانتي بتشكلي هيبتدي الدقيق شويه هيتشرب السوائل، او هيتشرب الزبده والبيض، وهيبتدي يتماسك معاكي وهيبقى تحفه جدا، عمره ما هيسيح منك. عايزه اقولك انك برضو نوع الدقيق اللي بتستخدميه، دقيق الكحك والبسكوت، مستحيل ينطر منك الزبده. يعني في ناس بتشتكي دايما تقولك ايه، انا اول ما دخلت البيتي فور يستوي لقيته ابتدى ينطر زبده. شايفين شكله؟ بصوا اهي، شايفه شكلي؟ لا مش بتلزق في ايديا ولا اي حاجه. تمام. بمجرد تقولك انا بمجرد ما شفت شكل العجينه، بمجرد ما دخلت العجينه تستوي لقيت ان البيتي فور بينطر زبدته زي ما يكون بيتقلي قلي كده، لان نوع الدقيق مش مناسب للبيتي فور وللكحك. انت لازم تجيبي نوع دقيق بيتشرب الزبده فعمره ما ينطر منك، فتطلع البسكوته او البيتي فورايه معاكي ناعمه جدا وشاربه بقى كده دسمها وبخيرها كده، وعمرها حتى وانتي بتشكليها في عز الحر عمرها ما تنطر السمنه بتاعتها ولا الزبده بتاعتها ابدا ابدا. تمام. هنا بقول لكم كده انا وصلت لقوام العجينه المحترم. تمام. هبتدي بقى نجيب كيس حلواني ونشكل. طبعا بقول لك العجينه التانية دي عشان هعملها بالكاكاو. بصوا بقى ده شكل القمع اللي انا شكلت بيه. بصوا هو سنونه زي التاج كده، سنونه كتير وقصيره، شايفين شكله؟ سنونه كتير وقصيره اهو، يا رب يكون واضح. تمام. طيب انا لما هاجي احطه في كيس حلواني، طبعا ممكن تستخدمي كيس الحلواني القماش، بس انا دايما بستخدم اللي هو الاستخدام مره واحده وبيترمي. بصي بقى عشان اخلي فيه عزم او روح في القمع من غير ما يطلع مني، انا بدخل القمع على الاخر وباجي فوق السنون تبقى كلها باينه يا دوب، يعني ابقى
يعني يا دوب طلعت سنون القمع بس، وباخد علامه كده بالمقص وبرجع بالقمع لورا وبروح قصه، بحيث ان انا يا دوب هي تبقى السنون اللي باينه من الكيس وباقي عزم القمع كله جوه الكيس، عشان ما يتفتحش مني وما يطلعش مني. خصوصا لو في العجائن التقيله، هو البيتي فور مش من العجائن التقيله، بس اقصد لو انت بتعملي الحركه دي مثلا مع بسكوت، بتعملي الحركه دي مع بلح الشام، يبقى في عزم في الكيس معاكي، مش كل شويه يتقطع ويغلبك وانتي شغاله. تمام. هبتدي بقى اعبي كيس الحلواني من العجينه، ما احطهاش كلها، خصوصا في الصيف مش هحطها كلها. انا في الشتاء مفيش مشكله، لكن في الصيف ابدا عشان ما تتعصرش في ايدك. هبتدي بقى اضغط كده، بصوا انا ايدي ماسكه فوق القمع على طول، والايد التانية ماسكه من فوق، وبضغط كده ضغطه صغيره بحيث اخد شكل القمع، شكل الورده اللي انا عايزاها كبيره ازود الضغطه، عايزاها صغيره اصغر الضغطه. وكل شويه كل ما احس ان الحبه اللي تحت ايدي فضيوا، باخد من الكيس اللي فوق لغايه لما بخلص. بصوا بقى شكلها تحفه، لغايه لما بخلص الكميه كلها. هنا انا بصباعي، طبعا انا مكان القطعه بتبقى طالعه سنه كده طرطوفه لفوق، لا هبتدي اسويها وهخلص الكميه كلها بنفس الشكل. خلصنا الفانيليا تمام، هنيجي بقى ناخد الشوكولاته او اللي هنعملها بالكاكاو. هبتدي بقى اشتغل فيها. طبعا انت تقدري تعملي لو انت عندك مقادير كبيره، يعني هتعملي كميات كبيره، تقدري تعملي العجينه من الاول كاكاو، اللي هو هرفع بقى الكوبايه دي هحط مكانها مثلا نص كوبايه كاكاو وهعجن وهفضل اظبط العجينه بنفس الطريقه. او تقدري تعمليها كلها فانيليا، او لو هتقسمي هتعملي زي ما انا قلت لك، هطلع العجينه لسه تبقى طريه شويه عشان لما احط الكاكاو العجينه ما تنشفش مني. خصوصا ان الكاكاو يا جماعه بينشف العجينه بسرعه، يعني هو تقيل، قوامه تقيل زي الدقيق واتقل، فلازم ابقى متحكمه جدا في كميه الزبده، او ان انا ما نشفش العجينه للاخر بحيث لما احط الكاكاو الاقيها نشفت مني قوي، والله لو اتنططتي مش هتنزل منك من القمع وهتغلبك. تمام. هحط كده معلقتين، لازم الكاكاو يتحط بمنخل او باي حاجه نخله بيها، لان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات، مهما نخلتيه بيبقى فيه تكتلات، فهحطه كده بمصفايه او بمنخل وهبتدي انزل بيه. هحط مثلا معلقتين كبار، طبعا انت عينك ميزانك، عايزاه غامق قوي، عايزاه لا يا دوب هو واخد لون خفيف. الكميه كبيره عندك، الكميه صغيره، انا هنا كانت الكميه ناسبها مثلا معلقتين، وهبتدي انخلهم وانزل بيهم وهبتدي اقلب. انا بالنسبه لي تمام، انا قلبت وحسيت ان العجينه طريه، بس لون الكاكاو عندي انا مش عايزاه اتقل من كده، هكمل دقيق مفيش مشكله. لكن لو انا قلبت وحسيت ان العجينه طريه بس انا برضو عايزه اتقل لون الكاكاو، انزلي بكاكاو تاني مفيش مشكله. يبقى تاني، يبقى انا نزلت بمعلقتين، وده برضو بيتوقف على الكميه اللي انت عاملاها. يعني المعلقتين دول لو انا عاملاهم على المقدار كله اللي هو هيبقى الجزء الفانيليا والجزء ده، لا قليلين، هنزل باكتر. تمام. وبرضو يرجع لك لو انت عايزه يا دوب اللون، يا دوب اللون يا دوب غامق كده، بس يا دوب حاجه مغيره اللون عن الفانيليا، برضو ترجع لك تقل الكاكاو وكتره، يرجع لك انت عايزه طعم البسكوته وتقل الكاكاو قد ايه. طيب انا هنا نزلت بمعلقتين بس، حسيت ان العجينه لسه طريه تمام، بس لون الكاكاو بالنسبه لي مناسب، انا مش عايزه اتقل الكاكاو تاني اكتر من كده، يبقى هنزل بمعلقه دقيق كمان لغايه لما اظبط القوام. طب انا حاسه ان العجينه لا لسه طريه، بس انا عايزه كمان اتقل الكاكاو، تنزلي بمعلقه كاكاو تاني مفيش مشكله، بس لازم كله طبعا يتنخل. تمام. طبعا واحنا من البدايه خالص لما حطينا الدقيق في الاول حطينا نسبه البيكنج باودر عليه، فهو كده اوريدي العجينه كلها فيها بيكنج باودر، مش محتاجه ازود اي حاجه تاني غير ان انا اظبط قوام العجينه بكاكاو او بفانيليا حسب ما انا عايزه، لغايه لما اوصلها للقوام اللي انا هقطع بيه وتبقى تمام. كاكاو بقى ولا فانيليا دي زي ما انت عايزه. تمام. برضو بنفس الطريقه هزود لغايه لما همسك العجينه بين ايديا ما الاقيهاش ملزقه، هي شكلها طري بس ملزقه. طبعا لو انتي لسه في الاول بتجربي اول مره، تنزلي بمعلقه صغيره بمعلقه صغيره علشان ما تلاقيش الموضوع ضرب منك والعجينه نشفت منك وانتي مش حاسه. طيب ولنفترض ان انتي نزلتي والعجينه نشفت منك، مفيش اي مشكله، انزلي زي ما قلت لك بمعلقه زبده تبقى طريه مش سايحه، طريه، او معلقه زيت، مفيش اي مشكله، هتاخدي نفس النتيجه وتمام وزي الفل. كده انا ظبطت القوام بتاع عجينه الكاكاو. هبتدي بقى هنزلها كده كلها من المعلقه، وهبتدي احطها في الكيس بنفس الكيس بالقمع، وهبتدي اشكل. خلاص هنشكل بنفس القمع في نفس الكيس مفيش اي مشكله. عايزه تغيري الكيس، هم اول واحدتين بس اللي بينزلوا مكان الفانيليا، ودايما لو انت هتشتغلي في نفس الكيس اعملي الفانيليا في الاول وبعدين ارجعي اعملي الكاكاو، ما تعكسيش. ليه؟ لان الكاكاو
مهما كانت كمية الفانيليا عندك بتفضل لونها بيغير شوية، مش بتطلع بنفس الفتحان او اللون الفاتح بتاعها. لكن الكاكاو لا، هم اول واحدتين تلاتة اللي بينزلوا بيبقوا واخدين كده زي ايه، مشبحين كده او زي تمويجة كده. بالعكس ده بيبقى لونهم حلو قوي كمان، بيبقى لونهم مختلف، وبعد كده بينزل كاكاو صافي مفيش اي مشكله. تمام. فلو انت هتشتغلي من نفس العجينه بنفس الكيس كاكاو وفانيليا، اعملي الفانيليا الاول وقطعيها، وبعدين انزلي بالكاكاو، قطعي الكاكاو، علشان الفانيليا بتفضل لغايه اخر واحده مهما كانت الكميه، بتفضل لغايه اخر واحده تحسيها واخده لون كده، مش نازله فانيليا، مش تحسيها فاتحه كده يعني لونها فاتح شاهق كده، لا بتحسوها مغمقه شويه. تمام. برضو بنفس الطريقة كده هبتدي اجيب صينية. طبعا هنا الصينية دي كان مكان خبيث حاجة تاني يعني، ما مش واخدة لون. وهقطع بنفس الطريقة، ايدي هتمسك بنفس المسكة. هقطع برضو وردات زي ما قلتلك، تقدري حجم الوردة كبير او صغير زي ما انتي عايزة. الضغطة دي هي اللي انتي ايدك اللي بتتحكم فيها. كده بقى هنا خلصنا كل الكمية كلها تقطيع. نيجي بقى للتسوية، ودي مهمة جدا. هيدخل على درجة حرارة 180. البسكوت والبيتي فور يا جماعة لازم يدخل على فرن تكون شوية هادية علشان يستوي من جوه. انا مش عايزة اديله لون من جوه ويطلع فاتح. بصوا لونه حلو ازاي، يعني لون بيتي فور المحلات اللي بنجيبه بنستغرب اللون ليه، لونه حلو ذهبي كده جولد، علشان بيصبروا عليه في السوى. يدخل على درجة حرارة 160 170 على حسب سخونية الفرن عندك. وعيني طبعا بتراقب الحاجة، لو هي مثلا حامية من تحت بنقل على الشبكة، طبعا على الرف الوسطاني. انا عندي رف وسطاني وشبكة. لما بحس ان ابتدى ياخد لون من تحت بطلع على الشبكة من فوق. ما بنشغلش شواية ابدا على البسكوتات دي. تمام. خلصنا بقى كل الكمية كده سوا، وسبناها لما هديت خالص، بردت ده لتاني يوم. ودي بقى سيحت بقى شوية نوتيلا او شوكولاتة او مربى زي ما انتي عايزة تلزقي، الزقي زي ما انتي عايزة. بس هقولك على نصيحة، المربى دايما لو انتي هتلزقي بمربى لزقي قبل التقديم على طول. يعني انا هقدم للناس او للضيوف او هوديه لحد او اي حاجة دلوقتي، يبقى انا قبلها بنص ساعة مثلا هلزق بالمربى وهطلع، علشان المربى بتخلي البسكوتة خصوصا في الشتاء بترطب البسكوتة بزيادة. يعني هي طعمها حلو بس عايزة تاكل طازة. لو سبتيها شوية هتحسي ان البسكوتة مرطبة قوي، هتبقى عاملة زي العجينة، ما فيهاش القرمشة الحلوة بتاعة البسكوتة. فانا دايما بحب الزق يا اما بنوتيلا ومش كتير، او شوكولاته خام. وانا الشوكولاته الخام اللي انا بستخدمها بستخدم ماركه دريم، حلو قوي قوي. سكرها قليل، مش بتخرز معاكي في التسييح ولا اي حاجه. هنا بقول لكم نوع المربى اللي انا استخدمتها، استخدمت مش كريمي. دايما المربى اللي هتلزقي بيها بيتي فور بقى، لانكشاير، سابلي، اي حاجه هتلزقي بيها لازم تبقى كريمي، لان القطع لا بتبقى ناشفه، بتبقى لو جيتي تدوسي عليها تكسر البسكوت او هتعمل فراغ بين البسكوتين وبعض. طب انا ما عنديش يا ستي مربى كريمي، ممكن تجيبي القطع بس اضربيها بالهاند بلندر او في الخلاط او في الكبه، المهم تنعميها باي طريقه. بصوا بقى هقولك على الطريقه دي سهله جدا، هتنجز معاكي في التلزيق وهيبقى الدنيا لطيفه. يعني هبتدي بقى اخد، نفترض مثلا هاخد صينيه كامله. بصوا هامله كده صينيه على بعضها، وهبتدي اقطع كده حته صغيره، احطهم طبعا على الناحيه اللي هلزق عليها. هقطع حته صغيره من الكيس. تقدري تستخدمي كيس تلاجة او كيس حلواني المتوفر عندك، مفيش اي مشكله. وهبتدي بقى ايه، اخدهم كده كلهم ورا بعض تك تك تك، يعني هحط الشوكولاتات وهبتدي ارجع الزق بقى. بصوا هبتدي ارجع بقى الزق ايه، انا بحاول هنا اوفق الحجم. بالطريقه دي هتنجزي، مش هتقعدي بقى تمسكي واحده واحده ولزق، لا كده بالكيس وتقلبيهم كلهم يعني اغلبهم، وتحاولي توفقي الاحجام مع بعضها. بنفس الطريقه هعمل المربى انا كنت بعملها في الفانيليا. طبعا الشوكولاته يستحسن ان احنا نلزقها بنوتيلا او بشوكولاته، عشان محبين الشوكولاته بقى يعني بصوا يحسوا ان هما بيتمزجوا هما بياكلوا الحاجه اللي فيها شوكولاته. الفانيليا طبعا هيليق معاها قوي 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 المربى. فلذلك انا هلزق الفانيليا بمربى مشمش، وهلزق برضو شويه بشوكولاته، وهسيب شويه من غير لزق خالص. تمام. طبعا انا كنت بلزق بنوتيلا او تلزقي بشوكولاته خام، مفيش اي مشكله. هنا بحط بقى حته مربى كده يعني لطيفه في اللطيف، صغيره او كبيره حسب ما بتحبي تقولي المربى. بتحبي البسكوته طالع منها هتمرمغيها بعد كده مثلا في جوز هند او في فارماسيل او في ايا مكان هتزوقي ازاي، ده هيرجع لك انت. هخلص بقى كده كل الكميه بتاعه المربى والشوكولاته. دي بقى شوكولاته دريم. سيحتها ازاي، باكل دريم بحط عليه معلقه زيت وعلى حمام ميه، بحيث ان الميه ما تبقاش ملامسه لقاع الطبق.
تمام. وعلى البخار كده على نار هاديه هتبتدي تسيح معاكي وهتبقى معاكي زي الفل. طبعا هجيب صينيه كده عليها ورقه، عليها كيس اي حاجه ما تلزقش فيها، ما تحطيش على الصينيه على طول عشان مش هتطلع معاكي من الصينيه وهتتهربد، البيتي فور هيتهربد. ومش على ورقه زبده، المهم كيس هو انسب حاجه، كيس تلاجة عادي. وفتحته وهبتدي بقى ايه، اخد طرف البيتي فوره كده وهبتدي اسقطه في الشوكولاته، وهكمل كل الكميه كلها بنفس الطريقه. طبعا في الشتاء الشوكولاته دي بتجف معاكي هوا، على بال ما بتخلصي اخر الصينيه بيكون اولها ابتدى ينشف، بتبقى الدنيا كويسه جدا. لكن في الصيف بيبقى الموضوع يعني بيغلب شويه، هتحتاجي ان انت بعد ما ترصي الصينيه تدخلي التلاجة وتطلعي يا دوب على التقديم على طول. يعني على حسب طبعا الجو اللي عندك اللي انت شغاله فيه، لو انت شغاله في تكييف مفيش مشكله، هيبقى الدنيا لطيفه. هنا بقى ده اللي كانت مش متلزقه، دول المتلزقين اهو، كل اتنين ملزوقين في بعض. تقدري تطلعيها من هنا تدخليها في مكسرات، تسقطيها في جوز هند زي ما انت عايزه. ده شكله بقى بعد ما طلع تحفه وطعمه تحفه. جربوه بالطريقه دي والمقادير دي والتكات دي وقولوا لي ايه الاخبار. ربنا يحسن ما بين ايديكم ودايما كده تعملوا احسن حاجه. واشوفكم بقى الفيديو الجديد، الفيديو الجاي وصفه جديده. وما تنسوش اللايك يا جماعه، لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اللايك هو اللي هيشجعني ان انا اكمل معاكم. لو انتوا عايزين الفيديوهات بتعجبكم شجعوني باللايك. يلا بقى، باي باي.